هل نحن أمام أكبر عملية سطو رياضي في تاريخ القارة السمراء، أم أن ما يحدث هو مجرد تطبيق أعمى للوائح تم تفصيلها على مقاس الكبار؟ تخيل أن فريقاً يصارع الموت والدمار في وطنه، يتدرب تحت أزيز الرصاص ويهاجر من بلد إلى بلد ليحافظ على اسم السودان عالياً، يجد نفسه فجأة ضحية لمؤامرة تحاك خيوطها في مكاتب الكاف المكيفة بالقاهرة. ما سنكشفه اليوم ليس مجرد خبر رياضي، بل هو زلزال قانوني يهدد بهدم معبل الاتحاد الإفريقي فوق رؤوس الفاسدين. الهلال السوداني لم يعد يكتفي بالشكوى، بل انتقل إلى مرحلة التهديد المباشر بزلزلة كيان الكاف في المحاكم الدولية. فما هي الورقة السرية التي يلوح بها سيد البلد؟ ولماذا يرتجف مسؤولو الاتحاد الإفريقي من فكرة الذهاب إلى سويسرا؟ ابقوا معنا، لأن ما ستسمعونه في الدقائق القادمة سيكشف لكم الوجه القبيح لإدارة الكرة في إفريقيا، وسنجيب على السؤال الحارق: هل سيستجيب الكاف للهلال، أم أننا بصدد مشاهدة اغتيال رياضي علني على مرأى ومسمع من العالم؟ التطورات الأخيرة في قضية الهلال ضد نهضة بركان المغربي تجاوزت كل الخطوط الحمراء. المعلومات المؤكدة التي حصلنا عليها تشير إلى أن إدارة نادي الهلال وضعت الاتحاد الإفريقي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العدالة وتطبيق اللوائح بصرامة، أو مواجهة فضيحة دولية أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس في لوزان. التهديد الهلالي ليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، بل هو مدعوم بملف قانوني وصفه خبراء دوليون بأنه قنبلة موقوتة. القضية لا تتعلق فقط بنتيجة مباراة، بل تتعلق بمشاركة لاعب، وهو حمزة المساوي، الذي أثبتت الفحوصات تعاطيه مواد محظورة. الصدمة الكبرى التي يرتكز عليها الهلال في تهديده هي كيف تم رفع الإيقاف عن هذا اللاعب قبل مباراة الهلال ب48 ساعة فقط. هل أصبح الكاف يمتلك مختبرات سحرية تبرئ اللاعبين في ليلة وضحاها، أم أن هناك يداً خفية داخل لجنة الانضباط تحرك الأمور كما تشاء؟ الهلال السوداني وفي خطوة شجاعة أرسل إنذاراً نهائياً للكاف يطالبه فيه بتوضيح الأسباب القانونية المخفية لرفع إيقاف المساوي. التهديد هنا واضح: إذا لم يستجب الكاف خلال الساعات القادمة ويصدر قراراً ينصف الهلال باحتساب نتيجة المباراة لصالحه، فإن الهلال سيقوم بجر الكاف إلى المحاكم الدولية بتهمة التواطؤ وخرق ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. هذه الخطوة تعني ببساطة وضع سمعة باتريس موتسيبي واتحاده على المحك أمام الفيفا والمنظمات الدولية. فهل يجرؤ الكاف على تجاهل هذا التهديد؟ الواقع يقول أن الاتحاد الإفريقي يعيش حالة من الارتباك غير المسبوق، فمن جهة لا يريد الاصطدام باللوبي القوي الذي يدعم نهضة بركان، ومن جهة أخرى يخشى من المقصلة القانونية في سويسرا التي لا تعرف المحاباة. لنكن صريحين في تحليلنا: الهلال اليوم لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل كل ناد إفريقي شعر يوما بالظلم من هذه المنظومة. التساؤل الذي يطرحه الملايين الآن: لماذا يماطل الكاف في إصدار القرار النهائي؟ هل ينتظرون أن تنتهي البطولة ليصبح القرار بلا قيمة؟ الهلال أدرك هذه اللعبة، ولذلك جاء تهديده بالتجميد القانوني لكل قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بهذه النسخة. إنها معركة كسر عظم حقيقية. الهلال السوداني الذي أثبت جدارته في الملعب رغم الحرب يثبت اليوم جدارته في حرب المكاتب. فماذا لو استجاب الكاف؟ هذا سيعني زلزالا في البطولة واستبعاد نهضة بركان. وماذا لو لم يستجب؟ هذا سيعني أننا سنشهد أطول قضية قانونية في تاريخ كاس، قد تنتهي بتعويضات خيالية وإيقافات لمسؤولين كبار في الكاف. الرسائل المسربة من داخل ردهات الكاف تشير إلى وجود انقسام حاد: تيار يطالب بإنصاف الهلال لتجنب فضيحة دولية، وتيار آخر يحاول تمييع القضية بحجج إدارية واهية. لكن الورقة الرابحة في يد الهلال هي اعتراف اللاعب، فالمساوي عندما تنازل عن العينة الثانية أغلق الباب أمام أي تبرير قانوني لرفع الإيقاف. فبأي صفة وبأي قانون تم السماح له باللعب؟ هذا هو السؤال الذي يهرب منه مسؤول الكاف كما يهربون من الحقيقة. الهلال السوداني قرر هذه المرة ألا يكون الحلقة الأضعف، وقرر أن يواجه تغول النفوذ بصلابة القانون. ما رأيكم في هذا التهديد التاريخي الذي أطلقه الهلال؟ هل تعتقدون أن الاتحاد الإفريقي سيخضع لصوت العقل والقانون ويمح